بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما يا رب. يلا كلنا نصلي على النبي وكل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، كورونا فضيت زيت وباظت. فضيت زيت يعني مثلا الألسي بتاعها جاب زيت، فضي الزيت. يعني المفروض بقى لما أنا بقول لكم حد ينزل يبص على عربيته من تحت، ده اللي أنا بتكلم فيه. هات دواسة نضيفة يا حاج وانزل بص على عربيتك، لقيت ترشيح هتروح على الميكانيكا على طول. يا باشا في ترشيح في الحتة الفلانية. دي بدأت بترشيح، احنا مش بنلوم صاحبها ولا كده، هو النصيب. دي بدأت بترشيح زيت او بتجيب زيت. دي طبعا بدأت بترشيح زيت، تنقيط زيت، طبعا محدش واخد باله منها. يعني بفضل الله دي لو كانت اتلحقت مثلا ما كانتش دخلت دلوقتي في كورونا، لان التروس كلت في بعضها جوه. كانت مثلا هيجيب لها ألسي سكة 50 جنيه 100 جنيه ويحل الفلانش عند الميكانيكي ويركبه. طبعا ده عشان محدش خد باله منها خالص. شايفين كمية البوش اللي فيها، فضت الزيت اللي فيها كله وبوشت التروس. كل سنة وانت طيب. كده العربية عايزة كورونا. بعت المهم طبعا، يعني مثلا مش هيجيب كورونا في ساعتها من اول ما يعرف. بعت جبت له زيت، كيلو ونص زيت. هي اساسا المفروض بتاخد 2 الا ربع، حطينا لها بتاع كيلو ونص او كيلو ونص حاجه بسيطه. انتوا فاهمين يعني ايه؟ لما كورونا كان صاحبها ماشي مسافر رايح مصر وما كانش فيها نقطه زيت باين. يعني احنا الحمد لله ربنا سترها ان احنا بصينا عليها. العربيه دي كانت جايه اساسا بتغير مبينه عشان بتنتش، وغيرنا المبينه والعربيه الحمد لله ظبطت وكل حاجه. وسمعت صوت وانا ماشي فنزلت ببص على العربيه من تحت، لقيت اللي انا بقول لكم عليه دوت. فبالله عليكم لا يعني، مش عارف، انت مش هتخسر حاجه لما تجيب كرتونه وتنزل تبص على عربيتك. لقيت ترشيح هتروح الميكانيكي تقول له انا عندي ترشيح في الحته الفلانيه. العربيه دي دخلت كده في كورونا. بيقول بشوف بقى 4000 ونص ولا خمسة ولا ايا كان سعرها كام، وهل هي سليمه ولا ليها ضمان ولا ملهاش ضمان. وهو بص كله قدر، واللي ربنا عايزه هو اللي بيكون. هو كده كده اللي ربنا عايزه هو اللي بيكون. ونعم بالله العلي العظيم. بس انت اعمل اللي عليك وبص على عربيتك.